من أهم وأجمل القصص التي قصها علينا الشيخ عبد الحميد كشك قصة الرجل العابد الذي كان مسجونا في عهد عبد الناصر، وكان يعذب بشتى ألوان العذاب. فقال مأمور السجن للجندي: أحضر أشد كلبا عندنا وجوعه ثم أدخله على هذا الرجل. وبالفعل قام هذا العسكري بتنفيذ الأوامر، فأتى بالكلب وأدخله على هذا الشيخ العابد لله تعالى، وقفل عليه الزنزانة بسرعة وهو يتوقع أن هذا الكلب سيفترس هذا الرجل. فذهب العسكري إلى مأمور السجن وقال له: لقد فعلت ما أمرت به. فقال له: انتظر بعض الوقت حتى يفرغ الكلب من أكل الرجل. وبعد مرور بعض الوقت قال المأمور للعسكري: اذهب إلى الزنزانة وانظر ماذا فعل الكلب لهذا الرجل. فذهب العسكري إلى الزنزانة، ولكنه جاء مسرعا إلى المأمور، فقال له المأمور: هل قمت بمسح دماء هذا الرجل من على أرض الزنزانة؟ فقال العسكري: لقد وجدت عجب العجاب. فقال له المأمور: ماذا رأيت؟ فقال العسكري: لقد رأيت هذا الرجل ساجدا لله تعالى، والكلب واقف بجانبه يحرسه، فلا يستطيع أحد أن يقترب من هذا الرجل. فسبحان الله، لقد سخر الله تعالى هذا الكلب لحراسة هذا الرجل العابد. فانظروا إلى أهمية القرب من الله تعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صدق الله العظيم. فصدقت يا رب فيما قلت، فالله تعالى يسخر لعباده الصالحون من يدافع عنهم.